ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. سبحانه لا يزيد في عزه البال من اقبل ولا ينقص من عزه البال من ادبر، فهو الغني ونحن الفقراء اليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ونعوذ بك اللهم من سيء الاسقام. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم لا تشمت الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. كان عدانا يا عزيز قهرا يقسم حبلهم ويفني النهر. اللهم اعكس مراد اعدائنا وخيب سعيهم واهزم جيوشهم وابدل رايهم. اجعل اللهم ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم حبب الينا الايمان زينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ايها عايزين ساعه الدعاء نستيقظ ونستحضر عظمه الحق سبحانه وتعالى في قلوبنا ونساله سبحانه وتعالى بالافتقار اللي فينا. نسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم تول أمورنا مع الراحة التامة لأبداننا وقلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يعني معلمنا علوم السير. اجعل دعانا يا رب رافعا للطير واغفر لهذا الجمع يا مولانا واجعل له نهج الرضا ديدانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسول الله الدال على الله والهادي إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى سائر آله. ورضي الله عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار
لقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل صحابتي سادتي ومعتقدي، وما علي بهذا القول من عاري. مجلس طيب مبارك اجتمعنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا، لا بدعة فيه ولا ابتداع، بل متابعة للحبيب إن شاء الله وانتفاع. يعزنا بيك يا سيدي يا رسول الله، ويا هنانا بيك يا سيدي يا رسول الله. ساعة ما نصلي عليه ربنا سبحانه وتعالى بيصلي علينا، وصلاتنا بتبلغ صلى الله عليه وسلم، والملك بيقول له فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. الحق سبحانه وتعالى أوجب محبته صلى الله عليه وسلم سعادة لنا، سعادة لنا صلى الله عليه وسلم. كما ربنا سبحانه وتعالى عايز يكون عندنا أحب إلينا من كل شيء لدينا. اللهم حقق يا ربي ذلك فينا، كن أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا ووالدينا لا يؤمن أحدكم، سيدنا النبي يقول كده، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ونفسه. كن كمان أحب إلينا شوف كده ربنا يحقق فينا كده. حتى سيدنا عمر رضوان الله عليه قال أنت أحب إلى نفسي يا رسول الله؟ قال لا يا عمر. قال ونفسي يا رسول الله؟ قال الآن يكمل الإيمان بمحبته صلى الله عليه وسلم. وبعد كده لما بنحب سيدنا النبي، لما حبه يسكن في القلب، ايه ثمرات الحب ده؟ الحب ده حبك لحضرته له ثمرات، ثمرات عاجلة وآجلة، ثمرات في الدنيا يا سيدي تحس بها انت أيها المحب الصادق، جعلنا الله وإياكم. ايه منها؟ اللي هي حلاوة الإيمان. ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون إيه؟ الله إيه؟ أحب إليه مما سواه. أنت حدوك حلاوة الإيمان. هو الإيمان ده له طعم، حلاوة الإيمان اللي تخلي قلبك وأعضاءك تنشط. حلاوة الإيمان على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سام. هي اللي يكون الله ورسوله أحب إليك من كل ما سواه. الله حب الحق سبحانه وتعالى، نحب الله. طب حبك لله، شوف يا أخي الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يعني سبحانه وتعالى لو لم يخلق جنة ولا نار، لو ما خلقش لينا جنة عشان تعمل له ونار تخاف منها، أليس سبحانه وتعالى أهلا لأن يعبد الله سبحانه وتعالى؟ طب حبوه ازاي الصحابة رضوان الله عليهم وأهل الله أحبوا الحق سبحانه وتعالى؟ إيه خلاهم حتى العذاب اللي في الدنيا اللي